تم تحذير جماهير ليفربول وأرسنال بعد التقارير التي تربط الناديين بلاعب كيليان مبابي وطلب منهم عدم رفع آمالهم. في اليوم السابق تناقلت التقارير الواردة من إسبانيا أن ليفربول قد قدم عرضا بقيمة 200 مليون يورو بعد فتح باريس سان جيرمان الباب لتلقي العروض لهذا النجم الفائز بكأس العالم. وفي اليوم التالي ذكر أن مبابي هو معجب كبير بميكيل أرتيتا، والنادي الوحيد في الدوري الإنجليزي الذي سيفكر في الانضمام إليه هو أرسنال. لكن تحدثت إذاعة توك سبورت إلى الخبير الفرنسي في كرة القدم جوليان لورانس حول الوضع وقال: هناك ناد واحد فقط يرغب في الانضمام إليه وهو ريال مدريد. وأضاف: بالنسبة لي الخيار الوحيد الآن لباريس سان جيرمان. أعني أن مبابي في وضع يعود بالفائدة عليه، إنه يبقى ولا يجدد عقده ويصبح لاعبا حرا بعد عام، ويستطيع اختيار النادي الذي يريد الانتقال إليه. ستكون له كل الأندية تحت أقدامه. إذا كانوا يرغبون حقا في بيعه ومحاولة إجباره على الرحيل، فريال مدريد هو النادي الوحيد الذي يرغب في الانضمام إليه حاليا، فهو النادي الوحيد الذي يستطيع فعل ذلك بالفعل. الأندية الإنجليزية يمكنها أن تحاول، وربما يمكن لمانشستر سيتي أن تضع المال على الطاولة، ولكن ريال مدريد كان دائما حلمه كما ذكرنا عدة مرات في البرنامج، وأعتقد أن هذا هو النادي الوحيد الذي سيوافق على الانضمام إليه على أي حال. إذن بالنسبة لباريس سان جيرمان، الشيء الوحيد الذي يمكنهم القيام به لإنقاذ الوضع هو أن يقولوا له: استمع، نريد أن نبقيك موسما آخر، ولكن لا يمكن أن تكون لاعبا حرا بعد عام واحد. لذا إذا كنت ترغب في البقاء موسما آخر، لماذا لا نتفق على الانتقال الآن وتوقيع تمديد لعقدك بحيث لا ينتهي في يونيو 2024 بل في يونيو 2025، ولكن نتفق على السماح لك بالانتقال إلى ريال مدريد بعد عام. لذا في يونيو 2024 لن تكون معنا بعد الآن، بل مع ريال مدريد، فقد أبقيناك لمدة عام. سيوقع ريال مدريد عليك الآن على سبيل المثال في الأسابيع القادمة، وقد اتفقنا جميعا على رسوم معقولة، وسيكون الجميع رابحا. حتى هذا الحل، حتى عندما نقوله لكم، يبدو غير واقعي. لذا أعتقد أنهم في وضع صعب جدا،